السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في فيديو جديد. النهاردة هعمل كيكة برتقال. المقادير: معايا 3 بيضات، معايا 2.5 كوب دقيق، معايا كوباية سمنة على زيت، وكوباية عصير برتقال، ومعايا حوالي 2 معلقة بشر برتقال، وكوباية ونص سكر، ومعايا باكو بيكنج باودر او كيك شيف، وذرة ملح. هنضرب البيض. بسم الله الرحمن الرحيم. هحط مع البيض 1.5 كوب سكر، ونضرب السكر مع البيض، نذوب السكر، حطينا السكر وحطينا البيض. حط معاهم بشر البرتقال وهنخلطهم، وهنحط كوباية السمنة على الزيت. هجيب اسباتيولا ولا حاجة انزل بيها. هنحط كوباية العصير، ودلوقتي هنحط الدقيق. الدقيق انا قايله 2.5 كوب، واحط باكو البيكنج باودر، ونحط حبة ملح، وهنخلط الدقيق مع عصير البرتقال مع السمنة بالزيت. وكده القوام اللي انا عايزاه. الكيكه طبعا لازم نضربها في اتجاه واحد، هو ده القوام اللي انا عايزاه. كده هنصبها في الصينيه. هنجيب الصينيه اللي نحط فيها، الصينيه انا مبطناها دهنها زيت ومبطناها بدقيق. بسم الله الرحمن الرحيم. هنصب فيها الخليط. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحطها على درجة حرارة 180، هتقعد معانا نص ساعة، من نص ساعة لساعة الا ربع. فانا اختبرها بالخلة. بسم الله الرحمن الرحيم. نعملها كده، نوزعها شوية بس انا احطها على درجة حرارة 180 لمدة من نص ساعة لساعة الا ربع. انا نص ساعة وهطلعها اختبرها بالخلة واشوفها هي استوت او عايزة لسه تكملة سوا. كده شكل صينية الكيكة بتاعتنا بعد ما طلعناها من الفرن. قعدت 40 دقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم. دي شكل الكيكه بتاعتنا. عايزه اقول لكم خفيفه وتحفه، وقعدت زي ما انا قلت لكم 40 دقيقه في الفرن.
وده كان فيديو النهارده. لو عجب الفيديو اعملي لايك وشير وسبسكرايب وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.